أهلا وسهلا بيكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة الفيديو بتاعنا مثير للجدل جدا جدا. من فترة بسيطة اتكلم الأستاذ إسلام البحيري عن المسيحيين بشكل عام، واتكلم عن رهبان جنوب أفريقيا اللي اتقتلوا بشكل خاص. اتكلم عن المسيحيين وقال إن هم مصنوعين من مادة غير كل الناس مصنوعة بيها. يعني قال ان المسيحيين مصنوعين من تراب وعجينة تانية خالص 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 غير اللي كل البشر مصنوعين بيها. طب ده بسبب ايه؟ بسبب اللي استحملوه، بسبب الاضطهادات اللي كان بيعانوا منها، بسبب حاجات كتير جدا كانوا بينزعجوا منها، تهجير، بسبب حاجات كتير قوي. ده كان بيتكلم على المسيحيين بشكل عام، وبعد كده اتكلم عن رهبان جنوب افريقيا بشكل خاص. لما اتكلم وقال ان دمهم مش رخيص، لما قال ان الناس دي او الرهبان دول من اكتر الناس اللي بتعمل معجزات على الارض. قال ان هم من اكتر الناس اللي ممكن تكونوا قاعدين بتتكلموا معاهم في اوضة وهم قاعدين في اوضة تانية. يعني هو كان بيتكلم هنا على درجة السياحة اللي بيوصل لها الرهبان. فبعد كده اتكلم وقال ان ما كانش ينفع الدير يتساب من غير سور، وقال ان ما كانش ينفع الحكومة تكون بمنتهى البطء ده، وقال حاجات كتير جدا جدا كويسة في حق الرهبان دول. واتكلم وقال ان كان في تقصير كبير جدا 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 من جانب دولة جنوب افريقيا، وقال مش ذنب الرهبان ان هم يعيشوا في دولة مش امنة، هم المفروض عايشين في مكان حتى لو هي الدولة مش امنة، بدام دول ناس اجانب عن الدولة لازم توفر لهم الامن والامان، ولازم تبني لهم سور للدير، ولازم يكون في حراسة امام الدير وداخل الدير، ولازم يكون في كل وسائل الامان اللي ممكن تتعمل علشان خاطر الرهبان دول يعيشوا في سلام. قال الكلام ده من حوالي 6-7 ايام. طيب هل الموضوع يعدي كده؟ هل الموضوع ما يبقاش في مشاكل مع الراجل؟ لا طبعا، ازاي؟ جاله تهديد بالقتل بسبب التصريحات اللي هو قالها. يعني مش انت وقفت مع المسيحيين؟ طب ماشي. مش انت وقفت مع قضية الرهبان اللي اتقتلوا في جنوب افريقيا؟ طيب انت هتحصلهم. للي ما يعرفش مين هو اسلام البحيري يا جماعة، اسلام البحيري ده باحث ومفكر مصري معروف من زمان بآرائه الجريئة جدا في نقد التراث الإسلامي والتفسير التقليدي للقرآن والسنة. وبسبب مواقفه وآرائه المثيرة للجدل، وبسبب وقوفه دايما مع المسيحيين، وبسبب إدانته للي حصل للرهبان في جنوب أفريقيا، تعرض للعديد من التهديدات بالقتل من قبل جهات متشددة ترى أن آراؤه تتعارض مع الفهم التقليدي للدين الإسلامي. عايز أقول لكم على حاجة. إسلام البحيري في 2015 طلع برضو اتكلم عن المسيحيين بشكل لائق جدا وبشكل محترم جدا، وكان بيتكلم برضو على الدين الإسلامي، واترفع عليه قضايا واتحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنين بتهمة ازدراء الأديان. ولكن الحكم اتخفض عليه والعقوبة اتخفضت لسنة واحدة، اتحبس سنة. لكن الحكم ده أثار جدلا واسعا جدا حول حرية التعبير في مصر وحقوق الإنسان. طيب بعد خروجه من السجن عمل ايه بقى؟ بعد خروجه من السجن إسلام البحيري بقى أصعب من قبل دخوله، بقى يقف مع المسيحيين بشكل أقوى، بقى يقف مع قضاياهم بشكل أوسع، وبدأ ينتقد بعض شيوخ المسلمين اللي هم تفكيرهم تفكير متطرف إلى حد ما، ومش بيحبوا المسيحيين ومش بيدوهم حقوقهم. فهو لما خرج من السجن بقى أقوى من قبل ما يدخل، واستمر إسلام البحيري في نشاطه الفكري
مما جعله يستمر في تلقي تهديدات بالقتل من قبل بعض المتطرفين، خصوصا في الأيام الماضية التي تحدث فيها عن المسيحيين بشكل عام وعن رهبان جنوب أفريقيا وقتلهم بشكل خاص. هذه التهديدات تعكس التوتر الكبير بين التيارات الفكرية المختلفة في العالم الإسلامي، خاصة بين التيارات التقليدية والتيارات الإصلاحية التي تسعى لتحديث الفكر الإسلامي. البحيري يرى أن من الضروري إعادة النظر في بعض النصوص والتفاسير التقليدية لتتناسب مع العصر الحديث، بينما يرى معارضوه أن ذلك يعد خروجا عن الثوابت الدينية. وقال أيضا أن المسيحيين لهم حق كبير جدا في هذه البلد، وأن المسلمين ضيوف على المسيحيين في هذه البلد لأنهم أصل هذه الدولة، ولكن نحن اضطهدناهم ونحن هجرناهم ونحن أتعبناهم بشكل لا يليق بهؤلاء الناس، بشكل لا يرضي الناس ولا حتى يرضي الله. إسلام البحيري ومن خلال برنامجه التلفزيوني ومؤلفاته دعا إلى مراجعة وتحديث النصوص الدينية وإعادة تفسيرها بما يتناسب مع العصر الحالي. وركز البحيري في طرحه على التمييز بين النصوص المقدسة والنصوص التفسيرية التراثية، وأيضا أكد وعلق وتكلم على المسيحيين أن لهم حق مثل أي مواطن في هذه البلد. وقال أيضا أن المسيحيين دائما يقوموا بكل واجباتهم بشكل يفوق الخيال، ولكن حقوقهم لا يأخذوها بنفس المقدار الذين يقومون به من جانب عمل الواجب عليهم. ومن هنا تعرض لتهديدات بالقتل، وهذه التهديدات تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها إسلام البحيري والمثقفون والمفكرون في العالم العربي عند محاولتهم طرح أفكار إصلاحية. وهذه التحديات تتطلب جهودا متضافرة لتعزيز حرية التعبير ودعم الفكر المستنير في مواجهة التطرف، إن كان تطرف من الفكر الإسلامي أو تطرف من بعض الأشخاص الذين يحاولون أن يضيقوا على المسيحيين في العمل، أو اضطهاد أو تهجير أو ترويع أو خوف أو ما شابه. لكن إسلام البحيري لما اتكلم عن المسيحيين اتكلم بمنتهى القوة وقال يا جماعة الناس دي صاحبة حق، الناس دي قدمت شهداء كتيرة جدا جدا، الناس دي قادرة ان هي تفضل صامدة لحد القيامة ما تقوم. وكان بيتكلم على معجزة ظهور السيد المسيح لابونا تكلا الصموئيلي قبل الاستشهاد، وقال بمنتهى القوة ان مش دي المعجزة. طبعا ظهور السيد المسيح دي حاجة كويسة جدا وحاجة قوية جدا، ولكن مش دي المعجزة اللي احنا بنستند عليها. ولكن المعجزة من وجهة نظري اللي تخص المسيحيين في مصر هو وجودهم إلى هذه اللحظة بكل هذا الكم وبكل هذه القوة بعد كل هذه الاضطهادات التي واجهوها من أيام السيد المسيح لما كان على الأرض. يعني هو بيقول ان المعجزة مش في ظهور السيد المسيح، ولكن المعجزة الحقيقية هو في وجود المسيحيين اصلا لحد دلوقتي. يعني هو بيقول لو دي كانت ديانة تانية وناس تانية كان زمانهم ماتوا وشبعوا موت، يا اما سابوا المسيحية يا اما سابوا الديانة بتاعتهم يا اما تركوا النبي بتاعهم، كل واحد بيشتري حياته. ولكن المسيحيين عندهم ايمان ثابت، عندهم عقيدة ثابتة، عقيدة حقيقية تحثهم دايما على التمسك بالسيد المسيح، التمسك بالإيمان. عندهم عقيدة ان الموت هو مجرد جسر بيوصلهم لحد السماء، بيوصلهم للسيد المسيح وبيوصلهم للملكوت. وعندهم وعد من السيد المسيح ان كل اللي هيموت على اسمه هيخش الجنة وهيخش الملكوت.
فعلشان كده هم ماسكين في السيد المسيح، وقال ان هو كان بيقرأ كتب كتير جدا تخص اضطهاد المسيحيين في العصور الاولى، وكان بيقول ان هم كانوا بيذهبوا للموت وللسيف وهم مبسوطين. واستشهد بالقصة بتاعة ال3 فلاحين لما كانوا في الغيط بتاعهم ورجعوا لقوا ان كل المسيحيين اتذبحوا، ولقوا ان الجنود خلاص غسلت سيوفها من الدم. ولما راحوا لهم هناك قالوا لهم موتونا بسيوفكم، قالوا لهم احنا خلاص غسلنا سيوفنا بالدم والسيوف بتاعنا تلمت من كتر الذبح والقتل. قالوا لهم لكن الفؤوس بتاعتنا لسه زي ما هي ما تلمتش، خدوا اقتلونا بيها. وفعلا خدوا الفؤوس وقطعوا رقبة ال3 فلاحين على الصخرة. فهو بيقول انا كنت بقرا الكلام ده وانا مستغرب ازاي في حد بيجري ورا الموت بالشكل ده، الا لو كان مسيحي. المسيحي بس هو اللي بيعمل كده، وعلشان كده اتهدد بالقتل لانه وقف مع المسيحيين وقفة رجل قوي. اكيد ربنا هيحافظ عليه، واكيد ربنا هيبعد عنه كل شر، واحنا بنصلي له وبنشكره على كل الحاجات اللي قالها في حق المسيحيين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.